عندي شغلتين. اولا اقول اشوف مصطفى سند وزير بحكومه يرأسها محمد الشاع السوداني. لو هسه يعطيني وزير نفط ونائب رئيس وزراء ويعطيني مجلس وزراء نصه. يعني هسه لو جددت الولايه وانت كتلتك والمتحالفين معها يسعون لوزاره، ما راح تاخذها؟ ما اخذها ابد احاربه. وين تطي وجهك بالولايه الثانيه؟ للهور. زين، شو راح تسوي هناك؟ اسوي تنظيم مسلح. كريم ماهود انت. زين، ليش ما عشت حياتك؟ ليش؟ هاي خلينا نختم بيها. ليش؟ عيش حياتك. شو اسوي يعني؟ شاب راتبك زين، هسه انت لا تقدر تسافر، لا تقدر تعيش مثل اللي بعمرك. مرتاح والله، مرتاح، ضميري مرتاح. يعني هسه ممكن اروح اجي اسافر اطلع انضغط، اروح مكان ممكن اغير به نفسيتي. جابك على هالطلعه؟ انا اعتقد هو العالم عباره عن سجن كبير، فانت ما يفرق انه يوم تسجن نفسك في قفص صغير او سجن كبير. يعني هو قاعد برا واللي يحكي عن النظام السياسي ما هو يتحسر اليوم على دخوله للعراق، يعني عليه اوامر قبض ما يقدر يدخل، صحيح ولا مو صحيح؟ ما الدنيا تضيق بعينهم هالقد دول طالعين برا يتامرون عن النظام السياسي. هذول الاسماء المعروفه اللي جاي تشنع وتشهر بشخصياتنا ورموزنا وبينا. انت هسه تقدر تسافر طبعا؟ انا مرتاح بغض النظر، انا مرتاح. تعيش حياتك، تروح تاخذ عائلتك تروح تقعد بمطعم، ممكن تشوف. هاي خصوصيه الشباب يحبون يقصوا الصور، انا ما اقدر اطلع عائلتي وياي لان الناس تصور. لا ما اقصد على هاي. يجوز اي واحد انت عندك عداوه يدز لك على واحد يسوي يخليك بموقف. لا انا موقفي بالشارع كلش حلو. هسه نطلع انا يا اخي نتمشى بشوارع بغداد زين وبدون حمايه، وشوف رده فعل الشباب. اذا سمعت لك حكايه مو زينه، اذا سمعت لك واحد صيح عليك عسى ما بسياره ماره، اذا سمعت لك ابو محل، والله هذا السعر منين اخذته؟ من قصر دعايه لهم. قصر اسمه قصر البدله. يعني اروح هناك يتوسلون وما ياخذون فلوس من عندي، اروح للتكرم الهديه ما ياخذون، اروح للحلاق ما ياخذ. تتذكر مره اللي حكيت بها انا بجروب، واحد بظهري قاعد بمطعم ماز ويا حبيبته ويا زوجته يسولف بيك، لازم انت مطلعها لو سولف مصطفى سند. انا اشكرك. شكرا لك. الامين العام لتجمع اسس الوطني، رئيس كتله ابشر يا عراق النيابيه، شكرا لك. بس مو تقطع ويانا. لا يوصلك الدور ان شاء الله. اذا الدور احنا قليلين، قليلين اصدقائك. ان شاء الله. اشكرك جدا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت، انتظرونا باكر باذن الله، مع السلامه.